اهلا وسهلا بحضراتكم وكل عام وحضراتكم بخير. النهارده مفاجأة من العيار التقيل في تشكيل النادي الاهلي امام زد، والكلام ده قاله مارسيل كولر بعد رفضه رفض تام انه يرجع لعيبه قالها له كابتن بيبو انها المفروض ترجع تاني للنادي الاهلي، وهو رفض ومصمم على رفضه ان اللعيبه دي ما تكونش موجوده في النادي الاهلي. النهارده هنتعرف على التشكيل بتاع النادي الاهلي وايه المشاكل اللي حاصله واللخبطه وايه الحوار اللي تم بين مارسيل كولر وبين كابتن محمود الخطيب. بس في البدايه بعد اذن حضرتك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد. النهارده مارسيل كولر عمل تغيير في تشكيل النادي الاهلي، وبعد اللي حصل من مباراه انبي قال لك لا، نقطه ومن اول السطر ونقفل صفحه انبي خالص ونفتح صفحه جديده على اساس انك هتغير لنا في التشكيل. لكن نفس المشكله اللي حصلت المره اللي فاتت هي حصلت المره دي. مارسيل كولر المره دي برضو مصمم على وجود موديست. كابتن بيبو في اللقاء بينه وبين كابتن مارسيل كولر قال له ان عايزين نغير او ننشط الدفاع شويه في النادي الاهلي. قال له لا، انا عندي الدفاع في النادي الاهلي 10/10 مش محتاج يتغير. ده على اساس ايه؟ 5 نقط يخسرها النادي الاهلي في مباراتين متتاليتين، يخسر 5 نقط بسبب الدفاع. المباراة انبي الهدفين اللي جوه غلطات دفاع، واحدة الكرة جنب رجل رامي ربيعة حتى ما اشتركش فيها اصلا عشان يطلع الكرة، وتقول لي الدفاع عندي 10/10. ولا الكرة الأخيرة مباراة انبي برضه لاعب انبي بيلعبها من وسط أربع مدافعين من النادي الأهلي. طب ده يرضي ربنا؟ وتقول لي ان الدفاع عندي 10/10. بيبو كان مصمم انه يرجع محمد مغربي ورفض مارسيل كولر وقال لا، انا عايز اللاعب يكون برضه سنه تاني للاعاره، وخط الدفاع عندي تمام. طب خط الوسط عندك بلاش. طب المنطقه الهجوميه انت مش شايف ان في حد في المنطقه الهجوميه المفروض يتغير؟ موديست. قال لك لا، انا غيرت في التشكيله والتشكيله كالتالي: مصطفى شوبير في حراسه المرمى، عمر كمال عبد الواحد في خط الدفاع، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه ومحمد هاني، نفس النظام اللي نزل في مباراه انبي. خط الوسط مروان عطيه، احمد نبيل كوكا، محمد مجدي قفشه. خط الهجوم بقى هي دي الكارثه بتاعت النادي الاهلي. كهربا 10/10 عرف يأدي مباراه انبي وجاب لنا هدفين. محمد طاهر نوعا ما مقبول، لكن موديست هي دي الازمه. موديست هي دي الكارثه بتاعت النادي الاهلي. مصمم تنزل موديست ليه وانت عندك لعيبه موجوده في دكه البدلاء ممكن تدي؟ ليه مصمم على موديست؟ وبرضه المباراه اللي فاتت مباراه انبي عندك تاخير في التغيير، بتاخر جدا وانت بتغير اللعيبه. شايف لعيب ما بيديش طلعه. عارف، انا شفت مباراه لجوزيه، اللاعب بعد ما نزل ب10 دقائق طلعه، بعد ما نزل ب10 دقائق طلعه. لكن انت اللاعب تبقى مصمم ينزل ومش مديلك، هو خلاص جاب اخره. اول كره الموديست في اللقاء ضيعها، اللي كانت بدماغه المفروض كانت تبقى في المرمى وكان بيلعبها باريحيه وضيعها. الموضوع مش محتاج انك تتفزلك. وده جوزيه لما كان بينزل لعيبه الملعب، اللعيبه اول ربع ساعه بتبقى مسجله هدفين او هدف على الاقل خالص. انت تعادلت مع انبي بالعافيه، احنا كنا خايفين انبي يفوز. عارف مارسيل كولر انت بتوتر اللعيبه، عايزين ندعم منطقه الهجوم. قال له لا الهجوم عندي 10/10. طب موديست ده كان من 10 ولا 1/10 ولا 0/100. موديست ده مش موجود اصلا، انت جايبه كشكل كمالة عدد، لكن موديست مش هيدينا الاداء المطلوب. انت بتصبر على موديست على اساس ان هو زي فلافيو؟ بتعمل كده يعني؟ هتطلع منه حد يعني انت على بيت ما تفكر تطلع منه حد كويس هيكون هو اصلا اعتزل 36 سنه او 37 سنه، انت جايبه وخلص عندنا. هي دي مباريات اعتزاله؟ هو حب يعمل مباريات اعتزاله في مصر عندنا فجه الاهلي؟ انا بطالب مارسيل كولر المفروض تغير في التشكيل. عندك كتير بره المفروض تنزله، فيه وفيه وفيه وفيه. طب كل مره نقول اخطاء تحكيميه اخطاء تحكيميه اخطاء تحكيميه، طب المره دي اخطاء تحكيميه؟ مارسيل كولر انت بتلعب وباريحيه. عارف انت عندك 18 نقطه، 18 نقطه. عارف خسرت 5 نقط في اخر مباراتين، 5 نقط. خسرت مباراه امام البنك الاهلي واتعادلت مباراه امام انبي، نقطه من 6، خسرت 5 نقط. المفروض تعيد حساباتك عشان ما تجيش في اخر الموسم وبتبتدي القرارات تنزل، ولا احنا
المفروض الاهلي يفوز على المباراه اللي جايه، ومضغوط كمان اللي لازم يفوز، والاهلي لسه هيتضغط في مباريات تانية وافريقيا، فانت هتعمل ضغط كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. وده اللي كتر الاصابات عندنا، ده اللي كتر الاصابات، انك بتضغط اللعيبه، مش بتدي اريحيه لحد. اللي بيتصاب يركن وينزل بديله، ومش هبدلك برضه الا لما تتصاب وتطلع. موديست اتغير له في الدقيقه 70. يا اخي حرام عليك، الدقيقه 70 ده انت كنت هتشيلنا واحنا بنتفرج على المباراه. نزل. طب تطلع كهربا وتسيب موديست؟ ده يرضي ربنا؟ المهم يا شباب، بكره لقاء الاهلي وزد هيكون في تمام الساعه 7 بتوقيت مصر، الساعه 8 بتوقيت السعوديه. واللقاء هيكون طبعا مباراه رد الاعتبار، او مش هنقول رد الاعتبار، مباراه العوده وتصحيح مسار النادي الاهلي. بعد اذنكم قبل ما تطلعوا من الفيديو، لايك للفيديو، اشتراك في القناه، تفعيل جرس الاشعارات. الى اللقاء.